هلو هلو يا صباحو. بصوا يا جماعه، النهارده جايبه لكم الحل السحري فعلا لموضوع الرجلين وتشققات الكعبين اللي كتير بقى يعني ما في ناس بتبقى بشرتها عاديه جدا، بس كعب رجليها هو اللي ما بينفعش فيه بقى لا لوكال براندز ولا انترناشونال براندز، وبنصرف دم قلبنا وما فيش فايده. ده السكر ده كرباميد معروف من الصيدليه. تمام. ده بيعمل ايه بقى؟ ده في ماده اليوريا، في بيز واكس اللي هو شمع العسل، في جليسرين. ماده اليوريا دي كفيله اصلا ان هي بتحفظ الميه في الجسم وبتنعم الجسم. تمام. طريقه استخدامه بقى ايه؟ بنجيبه من الصيدليه تقريبا حدود 20 جنيه حاجه كده، اللي هو يعني حاجه عبيطه يعني. وبيعيش معاكي بقى يعني ماشي. انت بتحطيه، بتنقعي رجلك في الميه، وبعدين تجيبي بقى المبرد، الحجره وات ايفر بقى، وتعملي رجلك، تشيلي الجلد الميت على قد ما تقدري، وتبتدي تحطي البتاع ده مرتين لثلاثه في اليوم على حسب الحاله بتاعت رجلك. لقيتي مرتين ثلاثه ابتدت الرجل تبقى تمام كل يوم، قلليها بقى مرتين. مره انا في الاول حطيته مرتين، يعني قعدت 3 ايام كده احطه مرتين، وبعدين مره بالليل، وبعدين مره يوم بعد يوم. تمام، عشان انا حسيت ان هو يعني خلاص عمل الافكت اللي انا عايزاه. تمام. طب الكوشنز بتاعته بقى والتحذيرات بتاعته ما نستخدمهوش على الوش، لان هو اصلا المفروض ان هو اللي بيرقق الجلد، فمش عايزين نجيب التهابات الا بوصف الطبيب. طبعا بيبقوا بيخلطوه ساعات ببنسينول او حاجه زي كده. انتي بقى تنقعيه طبعا مش هننقع رجلينا كل يوم، لا احنا هنعمل ايه؟ احنا هننقع رجلينا مثلا كل 4 ايام، كل 5 ايام، وبعدين نمشي على الكريم وزي ما احنا ماشيين عادي. ما بنلبس سليبر في البيت دايما، ما نمشيش، ممنوع ان احنا نمشي حافيين، لان ده بيزود تشققات الكعبين وبيخلي الرجلين تاخد يعني تبقى مش نظيفه طول الوقت. فاحنا على طول لابسين سليبر في البيت، نعود نفسنا كده. تمام. وهي تعود، اللي مش عارف بالتعود هيجيب. تمام. يعني بصوا باختصار كده، المنتج ده روحي روحي روحي. يعني مش خسارة فيه الرغي خالص، ارغي فيه للصبح، لان ده يعني بصراحة يعني ريحني من قرف وبهدلة وتدوير على برودكتس كتير قوي. فاللي جرب برودكتس كتير ومش لاقي الافكت الفظيع يجرب كرباميد. الحلو زيه برضو جربته للرجلين، اللي هو الفوت ماسك، اللي هو بيتلبس زي شراب كده وبيقشر الرجلين، بس عيبه ان بيقعد فتره الرجلين يعني 2 ويكس تقريبا او اسبوعين، الرجلين مش بتبقى مقشره فشكلها مش لطيف. فده هيبقى حلو جدا. جربوه ومش هتندموا. وانتي ماشي في صيدليه كده هاتيه، جربيه بقى، مش هتندموا خالص. يلا باي باي.